بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناتكم قناه سعد الحجر. اي مصمم جرافيك لازم يكون بيتقن 3 برامج اساسيه: برنامج الفوتوشوب، الاليستريتور، الان ديزاين. احنا عندنا في القناه كورس خاص بالفوتوشوب، كورس خاص بالاليستريتور، وان شاء الله النهارده بنعلن عن بدايه كورس ادوبي ان ديزاين. وعندنا في القناه برضو مجموعه دروس خاصه بتصميمات السوشيال ميديا. فلو انتم حابين تتابعوا معانا الكورس فالنهارده ان شاء الله هنبدا اول دروس ادوبي ان ديزاين. فهتعمل لايك، تعمل شير، وتدوس على السبسكرايب وتفعل الجرس عشان كل الفيديوهات اللي جايه. ويلا بينا نبدا بسم الله اول دروس ادوبي ان ديزاين 2023. يلا بينا. النهارده ان شاء الله هنتعرف على واجهه البرنامج وازاي تتعامل مع البرنامج وازاي تفتح ملف جديد. فتابعوا معانا. برامج ادوبي كلها مرتبطه ببعضها وكلها شكل بعضها، يعني الفروق بسيطه في تخصص كل برنامج. الفوتوشوب، الاليستريتور، الانديزاين، كل برنامج منهم متخصص في حاجه معينه، لكن بيشتركوا في حاجات كتيره جدا. طبعا واجهه البرنامج، انت اول ما تفتح البرنامج كده هيبان قدامك بالشكل اللي انت شايفه ده. في عندك هنا فوق في فايل وايديت واللي اوت والحاجات دي، تمام. الحاجات دي كلها موجوده في كل البرامج بتاعه ادوبي. وعلى الشمال في هنا الهوم وفي الكرييت نيو وفي الاوبن. كرييت نيو يعني ان انت بتفتح ملف جديد، وممكن من هنا برده من قائمه فايل بتبدا ان انت تفتح ملف جديد، او كنترول حرف الان من لوحه المفاتيح بتقدر ان انت تفتح برده نفس الملف. بتختار اول اختيار اللي هو دوكيمنت، بيجي لك المربع اللي قدامك ده، بيبقى فيه شويه حاجات موجودين في كل البرامج اللي هي الريسنت اللي هي الملفات اللي انت فتحتها قبل كده او اللي انت اشتغلت عليها قبل كده بتبقى مفتوحه في المكان ده. والسيفد اللي الحاجات اللي انت المقاسات او الحاجات اللي انت حافظها في المكان ده كده، مقاسات معينه انت حافظها هنا. والبرنت دي المقاسات المعروفه اللي هي المقاسات العالميه للطباعه. عندك هنا الويب لما تيجي مثلا تشتغل على الديجيتال ببلش او الملفات التفاعليه. وهنا المقاسات بتاعه الموبايل برضو بتقدر من خلالها ان انت تعرض الملفات اللي انت بتصممها على الانديزاين هنا بالنسبه للموبايلات. احنا هنبدا اول حاجه هنا عندنا البرنت، بتبان قدامك كل المقاسات العالميه، لكن انت لو عايز تعمل مقاسات خاصه بيك او خاصه بالشغل بتاعك وتقدر تحط هنا المقاسات اللي انت عايزها والخصائص اللي انت عايزها للملف بتاعك. قبل ما تعمل اي حاجه خالص، في عندي هنا تحت هنا في اختيار اسمه بريفيو. طبعا انت هنا مش شايف اي حاجه من اللي انت هتعملها، فانت بتضغط على بريفيو في الاول بحيث ان هو يبين لك ايه اللي هيحصل هنا، او الاعدادات اللي انت بتعملها هنا بتبان معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا احنا ضاغطين على الاي 4 فبين معانا ورقه اي 4، وحتى هنا جوه هنا هي اي 4 وكده. بتقدر هنا ان انت تسمي الملف بتاعك مثلا ساعه 1، وبتقدر ان انت تظبط المقاسات بتاعتك. هنا اليونتس او وحده القياس اللي انت هتشتغل عليها، اذا كانت ملي، اذا كانت سنتي، اذا كانت بيكسل او كده. احنا هنشتغل على السنتيمتر، وهيبقى الويدز معانا 21 زي ما احنا عارفين الاي 4، و29.7 اللي هو الهايت. هتيجي بعد كده على الاختيار اللي بعد كده اورينتيشن، اذا كان لاندسكيب او بورتريه. كده بورتريه او لاندسكيب يعني ايه؟ يعني لو بصينا هنا كده هنلاقي الملف بالعرض، ولو كده هتلاقيه بورتريه يعني بالطول. والاختيار اللي جنبه اسمه بيندنج. البيندنج اذا كان انت شغال على الملف اللي هتشتغل عليه، المجله اللي هتشتغل عليها او البروشور او كده، شغال على الانجليزي او شغال على العربي. وانت بتسطب البرنامج حاول ان انت تختار اختيار اسمه داعم للعربيه، بحيث ان يبان معاك الاختيار ده. لو ما بانش معاك دلوقتي فانت بتشيل البرنامج وبتسطبه من جديد، وبتلاقي فيه اختيار داعم للعربيه بحيث ان هو يبان معاك الاختيارين دول اذا كان انجليزي او عربي. بعد كده في حاجه اسمها باجز. الباجز اللي هو عدد الصفحات، اذا كان انت مثلا عايز 8 صفحات في البروشور اللي هتعمله او المجله اللي هتعملها بالشكل ده. بعد كده في كولومونز، ديت العمدان، او لما بتيجي تلاقي في جورنان ولا حاجه بيبقى كانه عمدان كده. احنا الحاجات دي هنعرفها بعدين واحنا في وسط الكورس، لما نيجي نطبق حاجه معينه هنبقى نتكلم عليها. بعد كده في اختيار اسمه الميرجنس. الميرجنس لو بصينا هنا كده في الجزء ده او في الصفحه كلها هتلاقي فيه خط كده ايه، مربع بينك. المربع ده المسافه بين الخط الاحمر ده واخر الصفحه هو ده الميرجن. يعني لما نيجي كده نزود كده مثلا، بص كده كده انت بتزود المسافه اللي بين اخر الصفحه والجزء بتاع الميرجن. ده بيحافظ معاك مثلا على تنسيق الشغل بتاعك، بحيث ان انت تشتغل في الجزء ده يبقى كله في تناسق كده ايه في اخر الكتابه بتاعتك او اخر الصور بتاعتك، وتبقى بعيد. لما تيجي تبص كده هتبقى بعيد عن المكان بتاع الدبوس او مكان التانية او مكان الغيره اللي هيتحط في الكتاب او البروشور او حسب ما انت هتشتغل. نيجي بعد كده في حاجه اسمها بليد اند سلوج. البليد كنا اتكلمنا عليه برضو في الكورس بتاع الفوتوشوب، واتكلمنا عليه في كورس الاليستريتور. فلما نيجي نضغط كده ونزود
بليد هتلاقي فيه خط احمر كده خارجي. الخط الاحمر ده هو المسافه بتاعه الامان بتاعه القص. لما الفني بتاع القص يجي يقص انت طبعا بتبقى مخلي الباك جراوند بتاعتك اخرها هنا تمام، بحيث ان هو لو دخل لجوه شويه عادي، لو طلع لبره شويه عادي، يبقى هو في الامان. مش هيخلي الاطراف بتاعه الكتاب بتاعك فيها ابيض، هيبقى من نفس درجه اللون بتاع الكتاب او الباك جراوند اللي انت عاملها في خلفيه الكتاب. ونيجي نقول كرييت، بتبان لك الصفحه بالشكل ده. الصفحه اللي قدامنا دي مقسمه لثلاث او اربع حاجات. اللي فوق دي القوائم دي فيها كل الاوامر الموجوده في البرنامج. طبعا احنا هنشتغل يعني على جزء بسيط منها، لان احنا هنشتغل شورت كاتس بحيث ان احنا نكون اسرع في التصميم او اسرع تسرع علينا الشغل بتاعنا. وتحتها في هنا القائمه دي قائمه كنترول. لو هي مش موجوده عندك هنا، لو فتحت البرنامج ما لقيتهاش، هتيجي على قائمه ويندو وتختار قائمه كنترول. احنا لو ضغطنا عليها دلوقتي او كنترول الت 6 من لوحه المفاتيح، لو ضغطنا عليها كده هنلاقيها مش موجوده هنا. احنا ممكن نشتغل عليها وممكن لا، لان احنا عندنا هنا في قائمه اسمها بروبرتيز او قائمه الخصائص. اي حاجه بنعملها هنا او اي اداه بنستخدمها من هنا، يعني لو خدنا مثلا التكست وجينا كده وعملنا التكست بتاعنا، هنلاقي كل الخصائص بتاعه التكست موجوده هنا. وبرده لو وجينا على ويندو واخترنا كنترول، هتلاقي كل الخصائص بتاعه التكست موجوده هنا. فهي الحاجات اللي موجوده هنا هي اللي موجوده هنا. عايز تشتغل كده ماشي، عايز تشتغل كده ماشي. حتى برضو لو جينا وخدنا مثلا اداه البنسل دي وعملنا كده مثلا، هتبص تلاقي كل الخصائص بتاعه البنسل تول شغاله معانا هنا اهيت، وشغاله معانا هنا برضه. اوكي، لكن في حاجات بسيطه هي اللي بتختلف معانا. هنيجي هنا نبص هنلاقي كل الادوات اللي معانا. لو ضغطنا على السهمين دول كده هنلاقي كل الادوات معانا هنا. لو رجعنا لورا شويه على الكورس بتاع الالستريتور هنلاقي الفيل والستروك موجودين هنا هم. عندك برضو السهم الاسود والسهم الابيض اللي هو السلكشن تول والدايركت سلكشن تول. الحاجات كلها قريبه من الشغل بتاع الالستريتور، فانت مش هتتعب كتير معانا. عندك هنا برضو لو لقيت سهم صغير زي ده كده وضغطت عليه وطولت، هتلاقي برضو في ادوات تانية داخل الجزء اللي انت ضغطت عليه، او كليك يمين كده هتلاقي برضو الادوات اللي انت عايز تشتغل عليها. عندنا هنا برضو الاشكال اللي انت هترسم بيها والحاجات دي. فطبعا كل الحاجات دي هنتعرف عليها ان شاء الله في الكورس واحده واحده مع بعض كده بامر الله. وعندنا هنا طبعا زي ما انتم شايفين ده الشريط ده اللي هي المسطره اللي انت بتقدر تشتغل عليها. لو عملت كليك يمين عليها كده هتلاقي برضو سنتيمتر شغاله بالسنتيمتر، عايز تغيرها تخليها مليمتر بتبقى مليمتر زي ما انت عايز. نفس الشغل بتاع كل برامج ادوبي، الواجهه كلها واحده. عندنا الخطوط اللي احنا شايفينها دي اللي هي الجايد اللي احنا شايفينه اللي هو البليد هنا، وده الميرجن تمام. لو حبينا ان احنا نشيل الميرجن والخطوط الحمراء دي عشان هي خطوط وهميه مش هتطبع معانا، لكن هي حدود بحيث ان انت تظبط او تنسق بها شغلك. لو ضغطنا حرف دبليو من لوحه المفاتيح هيروح، ضغطنا تاني هترجع كده زي ما انتم شايفين كده. فدي بتسهل عليك الرؤيه بتاعه التصميم بتاعك. ولو جينا نشيل المسطره كنترول ار برضو نفس الحكايه، كنترول ار بترجع تاني. حبينا نعمل زوم كنترول زائد كده، كنترول ناقص كده، ماينس وبلس. لو نزلنا كده هنبص نلاقي طبعا احنا اخترنا 8 صفحات او 8 باجز تمام. ادي الاولانيه وادي الاخيره، ودول اللي جوه الكتاب بتاعنا. لو حابين نشوفهم اكتر من كده هنيجي على القائمه هنا، في قائمه اسمها باجز، هتيجي تلاقي الصفحات بتاعتك كده. لو حبيت تنتقل بين كل صفحه وصفحه بدل ما تروح هنا وهنا هتيجي هنا ضغطتين تلاقي نفسك هنا اهو تمام. وبتقدر بالمسطره تضغط على المسطره عشان تتحرك كده داخل الكتاب بتاعك او التصميم بتاعك. الحاجات دي طبعا هنتكلم عليها، السبريد اللي انت هتشتغل عليه. وعندك هنا دي قائمه البروبرتيز ودي الليبراري. الورك سبيس اللي قدامنا ده احنا عايزين نغيروه او نتحكم فيه، نعمل حاجه خاصه بينا تمام. لو جينا هنا على السهم ده وضغطنا هنلاقي كذا حاجه. يعني عندنا الادفانسد لو ضغطنا عليها بيجيب لك قوائم تانية واشكال تانية للحاجات اللي انت هتستخدمها. لو جينا هنا مثلا وجينا على البوك هيجيب لك الادوات، بيسهل عليك بقى، هو هيجيب لك الادوات اللي انت هتشتغل عليها في البوك، الحاجات اللي هتساعدك. لو جالك هنا على الديجيتال بوبلش هتيجي هنا تبص تلاقيه جاب لك كل الحاجات الخاصه بالديجيتال بوبلش تمام. طبعا احنا شغالين على السنشال اهو، السنشال تمام بيجيب لك الحاجات اللي انت شغال عليها. انا وانا شغال جيت خدت التولز دي وحطيتها هنا، وجيت خدت الباجز دي وحطيتها هنا، وفتحت حاجه من هنا كده وشلت الكنترول، وجيت هنا كده مثلا وخدت اللاير، وخدت اللاير ده وحطيته هنا كده وانا شغال، يعني بتحرك جوه الشغل بتاعي. فعملت شويه حاجات كده، حركت دي كده وحركت حاجات كتير جدا وخلصت التصميم بتاعي. وعايز اظبط المكان ده، انضف بقى مكان ما انا اشتغلت. انا على السنشال صح، باجي هنا الاقيها معلمه على السنشال،
فانزل تحت هنا بلاقي في ايه ريزيت اسينشال، بضغط على ريزيت اسينشال بترجع لي الصفحه بتاعتي او الورك سبيس بتاعي زي ما كان في الاول. طب انا لو عايز اعمل حاجه خاصه بيا، ورك سبيس خاص بيا غير اللي هم موجودين هنا دول كلهم، انا بشتغل حاجه معينه، مثلا عايز البروبرتيز ومش عايز الليبراريز مثلا، وعايز الباجز عادي، خد الباجز كده، واجي هنا على قائمه ويندو عايز اللاير مثلا، لايرز اهو، مش عايز انا اللينكس عادي بقفلها. تمام، انا خدت الحاجات دي خلاص. مثلا خدت حاجه تانية مثلا الافكتس كده، وانا عايز اشتغل بالحاجات دي كده، باخد واحد منهم واحطها كده. مثلا انا عايز البروبرتيز في الاول هنا، بجيبها بسحبها واخد اخش كده، اول ما تتحول معايا للون الازرق كده زي ما انتم شايفين بسيب، اول ما اسيبها خلاص تمام. انا عايز جنبها الباجز، خلاص الباجز جنبها، باجي فوق كده واسيبها، اول ما تزرق معايا تسيب خلاص تمام. بجيب اللاير احطه هنا، اجيب الافكتس، ممكن اجيب الافكتس احطه هنا، يبقى انا مش عايز ايه الافكتس وجواهم، او اشيل الافكتس من هنا واجيب البروبرتيز كده واحط الافكتس كده. الحاجات اللي هي بص تريحك، الشغل اللي هو ايه اسرع لك، الحته الاقرب لايدك على طول دايما وانت شغال. ايه الادوات الاقرب لايدك؟ مثلا البروبرتيز هتبقى اقرب لايديا فانا هشتغل عليها على طول. اللي بعدها مين؟ الباجز، خلاص يبقى الباج. طب انا خلاص انا عايز احتفظ بالورك سبيس اللي انا عملته ده، باجي على السهم الصغير ده واجي تحت هنا اقول نيو ورك سبيس واسميه بقى ايه اي اسم انا عايزه. تمام، واقول اوكي. اشتغلت بقى وقفلت ديت وفتحت دي ومش عارف ايه وعملت حاجات وكده لخبطت الدنيا مثلا، ارجع تاني بضغط هنا واجي على ريزيت سعد، هو اسمه سعد فهسميه ريزيت سعد. خلاص كده هيبدا يرجع لي الشكل بتاعي زي ما كان. فاحنا النهارده اتعرفنا كده ايه حاجه على السريع ان احنا الشكل بتاعنا والشغل بتاعنا هيبقى شكله ازاي، ونتعرف على البرنامج والواجهه بتاعته. فلو حابب انك تتطور اتعلم انديزاين، الانديزاين هيفرق معاك كتير جدا جدا جدا. ولو انت ليك حد حابب ان هو يتعلم الانديزاين فيا ريت تعمل شير سبسكرايب ولايك عشان كل الناس تستفاد. وختاما اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.